بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل يصلك ما هو جديد. اضغط على زر اعجبني تشجيعا لنا لنشر المزيد، وصلي على النبي في التعليقات. عناوين الاخبار: زلزالان متتاليان، زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب كلستان شمال شرق ايران. 194 هزة ارتدادية. وتعليق الدراسة: النار وصلت إلى عنان السماء. الخبر الأول: ضرب زلزالان بلغت شدتهما 4.7 درجة و4.1 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة سيوس التركية، بفارق 10 دقائق بينهم. وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا حسب ما ذكرت قناة آيا نيوز التركية بأن الزلزالين وقعا على عمق نحو 10 كيلومترات و22 كيلومتر، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزتين الأرضيتين. وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت الأربعاء تضرر عدة مباني في ولاية مالاطيا وإيلاز وشاني أورافا نتيجة الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد. وبحسب موقع الشرق الإخباري، أشارت الوزارة إلى استمرار عملية المسح في الولايات المتأثرة بالزلازل، لافتة إلى أن مركز زلزال تركيا وقع في ولاية مالاطيا، بينما تأثرت ولاية شانلي أورافا وإيلازيغ وديار بكر وباتمان وتوناجي. قدرت هيئة الكوارث التركية قوة الزلزال بمقدار 6.1 درجة. الخبر الثاني: ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة إنجا برون في محافظة كلستان شمال شرق إيران فجر اليوم. وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن هذا الزلزال وقع في الساعة 2:07 فجرا على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض. وأعلن بأن مركز الزلازل كان على بعد 66 كيلومتر من مدينة إنجا برون شمال محافظة كلستان الواقعة شمال شرق إيران، ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار محتملة نتيجة لهذا الزلزال. الخبر الثالث: كشفت الحكومة التركية اليوم عن آخر الإحصائيات بشأن الزلزال الذي ضرب ولاية مالاطيا جنوبي تركيا أمس بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إفاد في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بمنصة إكس أنه في 16 أكتوبر 2024 عند الساعة 10:46 وقع زلزال بقوة 5.9 درجة في منطقة كالي بمنطقة مالاطي. وأوضحت الإدارة التركية أنها تلقت 374 بلاغا بالإضافة إلى 112 مركز اتصال للطوارئ بسبب الزلزال، فيما تضررت 3 مباني في محافظات مالاطيا وشانلي أورفا والأزيد. وتم إنقاذ 4 أشخاص أحياء من مبنى متضرر جزئيا في محافظة إيلازيد، بينما وقع انهيار صخري في منطقتي بورتوج وكالي في مقاطعة مالاطيا التركية. الخبر الرابع: نشب حريق هائل في أكوام قش وحشائش جافة بناحية الخزان الجديد بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر دون إصابات. وفي
دون إصابات في أو خسائر في الأرواح البشرية. وأكدت إفاد أنه حتى الآن لم تكن هناك خسائر في الأرواح أو الممتلكات بعد الزلزال، بينما تواصل فرق الإنقاذ التركية حالة التأهب وجهود المسح الميداني. تفاصيل الوقعة: تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر اختارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أسنة بنشوب حريق هائل في أكوام قش وحشائش جافة، وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات إطفاء إلى محل الوقعة. وانتقل لموقع الحريق اللواء هشام سالم مساعد مدير أمن الأقصر لفرق الجنوب بإسنا، وأرمند والعقيد آسر البطراوي مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد أيمن عبد السميع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد عبد الله مناع معاون أول مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حبيب رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، والرائد عرفات علي رئيس وحدة مرور إسنا، والرائد محمد إبراهيم نائب المأمور، ورجال الحماية المدنية والمرور والكهرباء ومجلس مدينة إسنا. وتبين بالفحص والمعاينة أن الحريق نشب في أكوام من القش والبوص داخل أرض زراعية، مما أدى لسرعة انتشار النيران وكثافتها وعدم وجود أي إصابات. وتواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الخزان الجديد والمنازل المجاورة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.